السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم؟ شلون الصحة؟ أنا أستاذ مساعد دكتور سنجر علي ماما، أستاذ بأستاذ آوت أكاديمي، أستاذ اللغة العربية الفصحى وأستاذ اللغة العربية العامية العراقية. وهسه ويانا طالبة اللي شاركت ويانا لمدة شهرين فقط، نتعرف عليها. السلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام ورحمة الله. يا أهلا وسهلا بيك. مرحبا دكتور. مراحب، يا أهلا وسهلا. شو اسمك بلا زحمة؟ أنا اسمي آسيا حسين. نعم، شنو مستواك التعليمي؟ أنا كملت قسم هندسة مدنية من جامعة صلاح الدين. زين، شلون كان مستواك قبل ما تشاركني ويانا بهاي الدورة؟ صراحة قبل أشارك بهاي الدورة كانت كلش مو زينة، وما عرفت أي شيء ما عداش كم كلمات قليلة اللي كنت تقدر تعدد بالأصابع، مثل تعال وروحي وامشي والأرقام من 0 ل10. وحتى ما قدرت أسوي الجملة بهاي الكلمات، وما كنت أدري يا كلمة تنستخدم للمذكر أو للمؤنث. بس هسه الحمد لله أعرف أكثر من 1000 كلمة. وقبل الدورة ما افتهمت شيء. أعتقد كنت أفتهم 1% من المكتوبات والفيديوهات العراقية. بس هسه بعد الشهرين من الدورة أفتهم 90%. وهاي اللهجة صارت أسهل لهجة أو لغة يمي، وأقدر أحكي وأتناقش بها وأترجم من اللغة العربية للكردية، وبالعكس من الكردية للعربية. الحمد لله. برأيك نعم. هاي الدورة مناسبة لكل شخص، لو بس مناسبة مثلا للطلبة طلبة الجامعة والأساتذة الجامعيين؟ لو طبعا مناسب، لأن من نبدأ بالدورة بدينا من مرحلة ابتدائية من الحروف العربية، وبعدين شوية شوية صار أصعب، وكل واحد يقدر يتعلم حتى إذا ما يعرف شيء. وأني أفضل مثال اللي بديت من الصفر والحمد لله وصلت اللي تمنيت. وهسه هم عندنا شهر واحد، شهر ثالث، إن شاء الله نصير بعد أحسن من هسه بعد نخلص دورة كاملة. زين، ست آسيا، آخر سؤال، شنو نصيحتك اللي حتى هسه مترددين ويشاركون بهاي الدورات؟ أني أقول لكل واحد اللي يريد يتعلم اللغة بس من أسرع الوقت وبأسهل الطريقة، شاركوا بهاي الدورة. وبلا شك إحنا أفضل مكان وأفضل دورة، وماكو شيء مستحيل وياكم. شكرا جزيلا، بالتوفيق ست آسيا، بارك الله فيك، وإن شاء الله تكملين الدورة بكل نجاح. وأني أشكركم هواية. أنا أشكرك. أني صراحة أني كلش فرحانة بمعرفتكم، وأشكركم على جهودكم، وأسأل الله لكم التوفيق والنجاح وتحقيق الأمنيات، وأتمنى آمين. لكم كل الخير، وجدا تستاهلون كل الخير. الله يبارك بيك، وإحنا همين نتمنى لك كل التوفيق. شكرا. يلا، السلام عليكم ورحمة الله، ومع السلامة.